موضوع السياحة في تركيا، المشاكل اللي قاعدة تصير هناك اللي تواجه اخواننا العرب والخليجيين. انا شفت هاشتاجات الحين انطلقت سالفة ان قاطعوا تركيا ولا تروحون وقطعوا السياحة في تركيا وكذا، ومطالبين اردوغان انه يرد. ما له داعي. هم دولتين داعمين تركيا دعم مو طبيعي، اقتصاديا ماديا سياحيا. رقم واحد السعودية، رقم اثنين الكويت. اكثر دولتين او اكثر شعبين يموتون على تركيا، ليش ما ادري. انتم تحبون المهانه يعني؟ شعب ما يبيكم، شعب ما يحبكم، شعب ما يحترمكم، ما يقدركم. فاليوم لما تضربون السياحه عندهم صدقني وثق تماما قسما بالله راح يطلع رئيسهم غصبا عليه ما هو بطيبه قدم اعتذار لكم. انا عن نفسي سي في تشيكون عليه من ولدت لليوم ما عمري طبيت تركيا قسما بالله العظيم. روح اذربيجان ادري شعبهم ما يحبك، انا راح شعب يتحرش فيني ليش؟ انا رايح بستانس اغث نفسي ليش؟ ما عندي عقل صاحي. الكويتيين والسعوديين بيج طايرين، ما في ديره غير هناك. هل هي ارخص؟ هم غاليه رخيصه يعني؟ شنو الامتيازات اللي عندها تقدم لك اياها تركيا؟ طبيعه جبال مشي نروح اذربيجان يا اخي موجوده، روح جورجيا، روح البوسنه. صدقني وانا على يقين والله الديره من اقصاها من شمالها لجنوبها لو تنفشهم كلهم نفس كذي ما يطلع لك فيها تركي شريف. والواحد نطلع الحين قال لعبد الله لا عيب عليكم وسرت كل هالكلام ومش عارف ايش وصابعك مو سوا. انا اقول لك يبا حتى لو اصابعي مو سوا، هذه الديره لو تطلع منها واحد شريف صدقني معاك انت يا الخليجي تحديدا او العربي راح يقلب ويستنقل ويصير اوسخ منها ما في. معاك انت ليش تدعمون سياحتهم انتم؟ ليش تروحون لهم؟ اقعد ببيتك ما له داعي ان انا اروح له. روح اي ديره ثانيه. تعال ينطلق واحد الحين يقول لك لا والله تعال شوف زينهم عندنا في الديره. وين زينهم؟ عندنا بالكويت. اللي موجودين عندنا بالكويت محترمين نفسهم غصبا عليهم لان احنا زينين وياهم. احنا محترمين، احنا نقدم لهم، احنا من هنا الضيف ونحطه على راسنا. هم ما يحطوكم على راسهم، هم يدوسونكم ويهينونكم ويمسخرونكم. هم تروحون له استووا على وجهكم. ما بيزعل احد لان انا عندي اتراك اعرف في معرفه بيني وبين كم شخص يعني اعرفه في الكويت وبرا الكويت ديرته يعني في تواصل عندي عن طريق الانستغرام. ولكن ما له داعي الاوفر اللي قام يصير. خلاص حطوا حد حق الموضوع. لا تروحون يبقى لا تروحون تركيا. ليش نطلع هنا نتكلم ونزعل اللي نعرفهم الزينين؟ خلاص ما له داعي. ما احنا قلنا زينين لانهم عندنا هناك مو زينين. واضحه السالفه ديرتهم. لا تروح لهم يا اخي. تقعد بمطعم فاتورتك 100 دينار سوى لك 400، ما تدفع غصبا عليك. دشيت محل ما شريت منه ملابس تهاوش طقي قال لك تشتري ملابس قاصو. ركبت تاكسي قلت له ودي مشوار مني قال لك مليون. ليش؟ يبي يقثك باي طريقه، يبي يتاكد انك انت عربي، يبي عنده ثار قديم يبي ياخذ. وخر عنك تخب نفسك تسوي نفسك فيلسوف تروح تبي تشتري لك عقار هناك تلقى واحد تركي بعد شهر موجود ساكن فيه تكلمه تهاوش وياه. ولا عمي هذه شقتي يقول لا مو شقتك. تروح المحكمه يوقفون ضدك. طبعا هذا رساله حق كل الخليجيين والعرب. انا قاعد اتكلم انا حددت الكويت والسعوديه ولكن هم النسبه الاكبر اللي قاعد يروحون. ولكن هذا رساله حق كل العرب قاطعوا علاقتكم معاهم نهائيا وبطلوا سفر هناك. واذا عندكم عقارات بيعوهم، ولا عندكم اي شيء بيعوا حتى البروس تراب. ضربوا سياحتهم نهائيا تنضرب.